السلام عليكم. اخوكم غياث راح اشرح لكم شوية عن كم لون اليوم. عندنا اول لون شرح سريع. طبعا عندنا اول لون هذا اللي فوق، نشوفه غامق واللي جوه فاتح. الفوق شنو؟ نخلط الاشقر المتوسط هذا بالكوالي، تمام، ويا الاشقر العنبري اللي رقمه 7 CL، واكسجين تركيز 9. اكسجين تركيز 9 يعني 7 و7 CL واكسجين تركيز 9 يطلع لنا هذا اللون. خلطنا الخلطة وصبغنا اللون اللي فوق، بقى اللون اللي جوا شلون نسوي ميش، يعني للشعر اللي جوا نسوي دانتيل. للشعر اللي جوا نقصره مكيالة بلوندر ومكيالتين اكسجين وملعقة مال كوب بديل الزيت حتى ما يتعب شعرنا، ونقصر الشعر اللي جوا ونصبغه اشقر فاتح جدا. نقدر نصبغه اشقر فاتح جدا اللي هو 10 نقدر نسويه على خضار مثلا 9 10 اشقر مطفي. نقدر نسوي رماديات، تمام، نقدر نسوي دخاني، نقدر نسوي على ذهبي مثلا، هذا الذهبي نقدر نسوي على ذن السوبر ما سوبر، اي لون نريد نسوي حمارات كيفنا باللي يعجبنا، على بلاتينيات شنو نريد نسوي. اهم شيء القصر. طبعا القصر يوميا اشرحه، وبنات اكو بالجروب يشرحنا دائما يشرحونه، وناشره على اليوتيوب بقناة غيول ياسري. والمشكلة انه كل وحدة تجي تسأل من جديد شلون اقصر، يعني هذا الشرح مالتنا كله ما بفايدة، نشرح ونكمل وترجع ثاني يوم تقول لك شلون اقصر. يعني ارجو تنتبهون لهاي الفقرة، القصر صار واضح للكل، تمام. اللون الثاني اللي راح اشرح عنه اللي هو هذا شنو؟ على خضار، شانيل على خضار. هذا شلون راح اقدر اطلعه؟ هذا نقدر ناخذ الاشقر الرمادي، تمام، ناخذ اشقر رمادي 7C وياه من نخلطه ويا الاشقر الفاتح جدا دخاني، اشقر فاتح جدا دخاني، تمام، ونخلي وياه ملعقة مطفي. نقدر هماتين مكان الرمادي نخلط مطفي ودخاني وملعقة مال شاي مطفي، راح يطلع لنا هذا اللون. هذا اللون هم راح اشرح لكم عنه. هذا اللون نجيب شفرة مال حلاقة ونخلي بيها موس ونزين شعرنا صفر، اروح لنا واحلالنا. شنو رايكم؟ ولون سهل جدا سهل. تحياتي. اللون الاحمر تعرفون هماتين لازم قصر، راح تقولوا لي شلون قصر، شرحت قبل شوية القصر. ونخلط 2 حمارات، لازم عصارتين احمر. ذن العصارتين الاحمر مثلا هذا اشقر ارجواني، اشقر غامق ارجواني، تمام، اشقر غامق احمر. طبعا راح يقولوا لي ماكو اشقر احمر، هذا موجود بالكتالوج مكتوب اشقر احمر ناري، تمام، اشقر احمر ناري، هاي قدامكم، يعني الاشقر مكتوب بالكتالوج مو من عندي. هذا اللون تقول دائما يقولوا للبنات ماكو، مدى نلقى اشقر احمر، نروح نسأل اهل المحلات يقولوا لنا ماكو اشقر احمر. هذا اشقر احمر، وهاي شركة اكوارلي يعني معروفة، تمام. تخلطون 2 وتخلون وياهم اكسجين تركيز 9 وتخلطون وياهم انبولة مثبت لون وتصبغون شعركم، وبعدين ترجعون كل اسبوع تغسلون شعركم بشامبو مثبت لون اي نوعية، بس المهم شامبو مثبت لون الاحمر. هذا اللون شلون نطلعه؟ هذا هماتين دانتيل. الفوق شنو؟ اللون الفوق هماتين غامق، بس شنو اللون غامق؟ هذا اشقر رمادي اللي هو 7C، تمام، نخلطه ويا الاشقر الفاتح الدخاني ونخلي وياه اكسجين تركيز 9، نصبغ اللي فوق. اما اللي جوا تشوفونه على فاتح، الفاتح بلاتيني. نخلط، نسوي طبعا قصر للجوة، وبعدين نخلط وياه اشقر فاتح جدا رمادي، تمام، نخلط ويا هذا اللون، نخلط الاشقر الفاتح جدا دخاني نص عصارة، طبعا عصارة رمادي فاتح جدا جدا، ونص عصارة 10K اشقر دخاني فاتح جدا جدا، ونخلط واحد من هذول، اما الثلج اللؤلؤي، اما الثلج الفضي، اما الثلج الرمادي، تمام.
يطلع عنا اللون مباشرة، يطلع عنا نفس هذا اللون. ما يراد لشي ان شاء الله، وانا هواي بنات علمتهم جابوا طريقة مضبوطة، يعني ان شاء الله ماكو وحدة تخطأ بيكم. شوفوا هذا اللون، هذا اللون اللي انتم كاتلين نفسكم عليه، فضي على بياض على بلاتيني بياض على رمادي فاتح جدا جدا، انتم شلون سموه، هو المهم شعر ابيض على سيلفري، لون سيلفر. هذا شلون نسوي؟ هذا اول شي نسوي قصر للشعر ببلوندر ابيض. لازم اللي يريد لون رصاصي او يريد لون بلاتيني او يريد لون فضي او لون رمادي لشعره، لازم شو يسوي قصر ببلوندر ابيض. بلوندر ابيض يعني البودره مالته تصير الطحين مالته لونها ابيض، واكسجين تركيز 12 او تركيز 18 بالكرياتين، الاكسجين درجه اولى، مالكم علاقه بالاتوسه. قصرتوا شعرتكم كملتوا، دائما تخلطون ويا القصر مثل ما قلنا ملعقه مال بديل الزيت حتى ما يتعب الشعر، وتخلوه وقت شويه زياده على مود يعطيكم الميش، القصر يصير على لون فاتح. بعدها تخلطون اشقر رمادي فاتح جدا، اوكي، نفس الطريقه اللي قبل شويه حكيت لكم اياها. اشقر رمادي فاتح جدا بس شويه يعني بيها اختلاف. ال10 سي نخلط وياها الثلجي رمادي، هذا شوفوا ثلجي رمادي 11 اي سي، ثلجي رمادي وي الرمادي الفاتح جدا، وي نص عصاره اشقر فاتح جدا جدا دخاني، يعني اشقر فاتح جدا جدا رمادي ونص عصاره اشقر فاتح جدا جدا دخاني، وعصاره كامله من ثلج رمادي، يعني عصارتين ونص. بس انتم شنو تقدرون تحكمون بالكميه، يعني تخلون انا انطي قياس مثلا 1، بس انتم تقدرون تحكمون. يعني هسه انا قلت عصاره اشقر رمادي فاتح جدا جدا وعصاره كامله ثلجي رمادي ونص عصاره اشقر فاتح جدا جدا دخاني. انتم تردون تسوون كميه اقل، شو تسوون؟ تسوون نص منا ونص مناك وربع منا، يعني ربع رمادي وربع ثلج رمادي ونص دخاني، راح تصير عندكم عفوا نص ربع دخاني. يمكن حتى انا تعبت من الحكي وتوهمت يمكن بالكلام، راح اعيد لا تضحكون علي ترى تعبان. اذا اخذنا منا نص عصاره ومنا نص عصاره ناخذ منا ربع عصاره، تمام؟ هيجي القياس مالتكم. تردون منا عصاره ومنا عصاره ومنا نص عصاره، تمام؟ خلصنا هذا اللون. هم طبعا مثل ما قلت لكم بعد القصر نشوف لنا لون ثاني. هذا اللون هيجي ينطي على لون ذهبي بندقي، لون كلش حلو ومشهور وهواي من عندكم يردون من عنده، تمام؟ واضح عندكم اللون، راح اشرح عليه هماتين بعد القصر. طبعا انتم اذا شعركم فاتح ما تعتازون قصر، اوكي؟ هذا ايش نخلط الاشقر العنبري، هذا الاشقر العنبري 7 سي ال وي الاشقر فاتح جدا بيج و8 بي، يعني 7 سي ال و8 بي، اشقر فاتح جدا بيج و7 سي ال راح يعطينا هذا اللون اللي هو مائل على اللون الذهبي. تحياتي لكم، راح اسوي لكم خلطات بعد بهاي الطريقة اسهل لي شوية والكم هماتين احسن، خاصة امهات الصالون يستفادن اكثر. تحياتي، مع السلامة لكم.